غير طيار مو بهذا الوقت، وقت الانجليز الاحتلال الانجليزي، صوروا صورة لهذا المكان وظهر النهر بهذا المكان على شكل قرون الجاموس، فعلى اثرها سموها جويميسة، يعني جويميسة صغيرة. فاكو جويميسة شرقية واكو جويميسة غربية، احنا اليوم بالجويميسة الغربية. الجويميسة الغربية تابعة لمن؟ تابعة للصويرة، والصويرة تابعة لمن؟ للكوت، والكوت تابعة للعراق، والعراق تابع الوطن العربي والآسيا وهكذا. من علاقة بهذا الموضوع؟ احنا اليوم بالجويميسة الغربية اللي تابعة للصويرة، راح نصور حلقة تفوتلكم علينا. يا اهلا وسهلا بكم، خليكم ويانا. حاتم، هذا بيت ام حاتم. راح نتعرف على قصتها احنا وياكم، ونعرف ونتعرف على عائلتها وهم يتعرفون علينا اكيد. اهلا وسهلا. مرحبا خاله، شلونك عيني؟ ام حاتم؟ اي نعم. احنا من الشرقيه، جماعه فطوركم علينا، بس تفضلي هنا يمي شويه. اهلا وسهلا. احنا كادر فطوركم علينا. اهلا. اليوم راح نقضي اليوم من الصبح لحد الفطور وياكم. اهلا وسهلا بك وكل اهلا. ندخل لو لا؟ طبعا احنا اهلا وسهلا. رحب بكم وانتم ترحبون بينا، احنا ببيتي طبعا. اهلا. واجهتنا مشكله بما ان احنا بوادي الرافدين، فاكيد كهرباء ماكو، يعني فشي طبيعي هذا الشيء صار بالبيوت العراقيه. المشكله راح نتجاوزها طبعا، لازم تمشي الحلقه. خاله ام حاتم، احنا وكادر الشرقيه وكادر فطوركم علينا. احب اتعرف على العائله. ام حاتم، ابو حاتم الله يرحمه توفى من زمان، يعني من كانوا هم صغار، صار لي كم سنه يعني تقريبا؟ هذا عمره كان سنتين. عمره نعم سنتين، هذا عمره بعده وتوفى زوجي. يعني انت صرت الام والاب لهم عائلته. اي نعم. حاتم العائله والاخ اسمه حامد. حاتم وحامد. طبعا حاتم الله يرحمه، صار له كم فتره متوفي؟ من زمان، هاي لي 8 سنين. 8 سنوات. اي. وحاتم ابنك الثاني حامد لو حاتم حامد عفوا حامد يعاني من الصم والبكم، يعني يحكي بالاشارات. هاي زوجته؟ اي نعم. مرحبا عيني. اهلا وسهلا. شلون صحتك؟ تمام الحمد لله الله يسلمك. اولادك هذول؟ اي بنات واثنين راحوا يشفدوا. اثنين توفوا قبلهم؟ اي قبل، وحده قبل هاي، وحده على ولد على راسها، ولد وبنيه. شنو السبب يعني؟ يعني كانوا مريضين؟ اي السبب طلع عندي فيروس بالدم. انت عندك فيروس؟ يعني متحول لهم، ما حد عرف مرضهم. هاي هم صار بيها، كانت تضرب اوبر كلها كيمياء. وهاي والله كلها يعني كيمياء. يعني تلاحقتوا لها بالفتره؟ اي تلاحقنا لها بالفتره الاخيره. هاي كان هم يعني راحت، بس الحمد لله الله يسعدك. لها. الله يسعدك. الحمد لله هسه ذن اثنين الحمد لله وعايشين الحمد لله. الحمد لله على كل شيء طبعا. الحمد لله. اختنا هنا مالت ام حاتم الله يرحمها، ام وسام. ام وسام كم طفل عندك؟ اثنين بس. الله يحفظهم هذول، ولد وبنيه. الله يخليكم ياهم. احنا تقريبا شوي تعرفنا عليهم، راح نتعرف اكثر واكثر، وعلى البيت راح نتعرف علينا. البيت راح تشوفون البيت. احنا كادرنا نفس ما تعرفون محمد السوادي او الخبزه، طبعا معروف يعني لازم محمد السوادي يكون وياه بالخبزه. محمد اليوم ومحمد هاشم وياه راح يطبخون لنا شو يعجبكم، شو يجي على بالكم، وتطلبوا تدللوا اليوم علينا. تسلمين. وسلام موجود، سلام الخياط راح يكون ويانا، راح يخيط لكم الدشادي شو تعجبكم. واحنا عندنا طلب بعدين راح نطلبه من ام حاتم، ولازم احنا نتدلل عليها، هي راح تتدلل علينا واحنا نتدلل عليها. وعندنا جلال لازم الكاميرا. وين جلال؟ نعم جلال المصور. جلال المصور شلونك عيني؟ اهلا وسهلا ومرحبا. راح يكون هم ويانا. اهلا وسهلا. والحلاق فارس الحلاق. اريدك زين حلو. احنا عندنا بس حامد والله يشرفنا هذا الشيء على انه حلق، يعني مو نقول كايتام، يعني هم ولدنا ذولا واهلنا ذولا ان شاء الله. احنا نقول ولد ديرتك مو؟ ان شاء الله. اي ولد ديرتك. ها ديرتي عافيه. طبعا شو جايب كل حتى الكرسي جايب. ما عنصريات لا. خاله هسه
خاله حنتعرف على البيت، شوفينا البيت، وضعية البيت كأي بيت عراقي بهاي المنطقة يعانون معاناة كلش كبيرة. راح نشوف البيت احنا وياكم، تعالوا. هذا يعني نشوف السقف شوية، هذا اللي اسمه سقف، هو بس بالاسم سقف، هو الله الحامي الله يحرسهم، هو اسمه سقف. هنا الحمام، يعني هو عائلة، هم طبعا 3 عوائل بغرفة واحدة و3 عوائل بحمام واحد، وحمام جدا تعبان. تعالوا نشوف المطبخ اللي لازم يكون هو أهم شيء بالبيت، بس إذا الناس ما عندها شلون راح توفر مطبخ زين؟ هذا المطبخ. خاله احنا هسه بالصيف الله يساعدكم على الحال، نحكي على الشتاء. الشتاء شلون تنامون؟ شلون تطبخين هنا؟ شلون مقسمين الغرف بيناتكم 3 عوائل؟ ايش الغرفة رز ابني وزوجته بليش غرفة، والتام وانا بهالغرفة نطبخ بيها وناكل. زين والمطر والمي؟ نحط لنا رمادات وترابات فوق السقف الله يساعدكم. وعايشين عيشة والناس ترحم بينا. هو الله ارحم الراحمين. إيه. زين خاله ماكو مثلا عندكم تقاعد؟ ابنك يعني يعتبر لازم عنده مال راتب متقاعدين، معوقين عفوا، ما عنده راتب. زين ما رحتي حاولتي تشوفين بلكة اجراءات؟ انتخبنا وقالوا لحن ينطونا، شو لا شفناهم ولا انطونا من الانتخابات، كل شيء ماكو، وكل شيء ما انطوني. بس انتخبتي؟ انتخبت راحت بس نركض وبهدلوا ورايحين وعلى الشارع وجهرنا وجيتنا ماكو شيء. وماكو شيء. زين ما عندكم اي راتب اي مورد مالي؟ لا. سويت انا راتب ما صار. زين نعوف الحكومه والدوله ما من وراها رجع. هنا اهل المنطقه هاي القريه هم يساعدوكم مثلا يشوفون ارمله ونسوان والولد الله يكون بعونه يعني ما يقدر هم يشتغل؟ اي اكو رحم، ناس تقول ان يساعدونا مثل هل الله يعطيهم قسمه بكره ينطونا هذول الله كوبي وما ينطون. يعني نقول عايشين على المساعدات اللي تجي من الناس. وهذا اليتيم يوم يشتغلنا ويوم ما يشتغلنا وعايشين عليهم. طلعنا برا نشوف هوا الطبيعة لأن هوا الكهرباء وماكو ما وراها رجع. هنا طفلة مريضة إذا تبين دخليها ذا كلش. يلا راح نيجي نقعد شفت فد شي يعني لا هي خيمة ما أعرف شو اسمه يسمحوا لها كلة. الكلة هنا مسوية 2. خلينا نقعد ونسولف عن الكل. 3 خلينا نشوف. صدق 3 ذني. خلينا نقعد هنا شباب قعدوا إذا تردون. خاله قعدي هنا يمي. قعدوا هو بيتكم يعني. حامد اقعد هنا. حبايب قعدوا هنا عيني. خاله احنا ولدك واحنا بناتك اليوم راح نغير جو شويه، مريت هذا الحزن خلي الدموع راحت بعد. خلينا نروح لمحمد السوادي، خلينا نشوف محمد ايش طابخ لنا خاله اليوم، ايش راح يطبخ لنا محمد. خاله تشوفيك انتي بالبرنامج. تعالي يمي خاله تعالي. محمد تابع مثل ابنك. محمد كنتي تشوفيه قبل كان شلون يطبخ؟ اي شايفته. زين شو اكثر شيء ببالك قبل لا اسال محمد، اكثر شيء ببالك تبي يطبخ لك اكله معينه شيء؟ كيفكم شو تريدون تسوون نعمل؟ ترى هو ابنك تدلليني عليه. لا والله شو يسوون احنا مشكرين من عنده. محمد بقى هسه شنو يمك السالفه يا محمد؟ هو دائما الخيار يصير يمي طبعا. اي محمد شو تطبخ؟ والله بالاضافه للاكل الشرقي بيف اوساكا اللي هو ياباني. شنو؟ اوساكا. محمد ما بعرف الاسماء من يجيب. زين راح نتعرف على اكله يابانيه. اليوم راح نختم البرنامج كله بدون ياباني يصير. خاله اليوم راح تكون اكلتنا يابانيه، وهنا سلام ويانا راح نطلع احنا وياه نشتري اخمشه. بقى طلب صغير ونيك شويه صغير هو انه احنا نريد نفك حزنك اليوم. الخاطر الشرقيه والخاطرنا. لا الخاطركم وخاطر الشرقيه كيف حزن ما اقدر. صعبة علي، انت تدرين انت حاده فين؟ صعبة علي. خاله من احنا الله نقول اللي راح الله يرحمه. لبست هذا الاسود برقبتي ما اقدر. والخاطرنا احنا جيتنا هاي على عيني وعلى راسي. تسلمي عيش، بس لا لازم هاليوم ماكو ما تقدرين. اليوم راح نطلع احنا ونشتري قماش وان شاء الله اللي هنا تهسين عباش كتلتيني مو زين. ما يخالف خاطرنا احنا. لا خاطرنا احنا. لا ولا ان شاء الله. هسه احنا حنروح وين نروح؟ زوجة حاتم. احنا الحجي اصرينا عليه والحينا عليها انه ضروري انه ندب الاسود بعد.
احنا نقول مو زين خاطر الاولاد، يعني بعد راح الله يرحمه، هو هم يعني يمكن بالقبر ما راح يرتاح، فالخاطر جايتنا على راسي انه اليوم نذب الاسود على راسي بعد ما نشوف اسود، الله يبعدنا. الله يبعدنا من كل اسود على راسي. والله انا ما بنفسي اذبه، بس بخاطركم، بخاطر جيتكم، بخاطر الكادر كله ما افشل. حبيبتي تسلمين، وان شاء الله دائما وشك ابيض. والاخت هنا هم راح نطلع نشتري قماش ونخيط شاديش كلش حلوه. مشكورين. واليوم راح تساعدونا شوي، راح تعقون ويانا ويا محمد السوادي زين؟ ان شاء الله ان شاء مثل ما راح تكون القياده بيد محمد السوادي بالاكل، راح تكون القياده بيد سلام باختيار الاقمشه. سلام انت اليوم راح تختار القماش والفصال والموديل كله يمك. والله انا بخدمتهم ان شاء الله، وان شاء الله راح اختار لك لون مناسب. اختار لك لون الاخضر، يمكن شويه يعني لون الحياه ويشبه طبيعتكم، حلو وزين اليوم لابسه. وغار من عندي بختار الاخضر. سلام اختار اللون الاخضر، يقول لون الطبيعه ولون الجمال. اروح يم حامد شوي نسولف سوا ممكن يعني؟ اي طبعا طبعا. حامد اريد امك الذب الاسود، انت احكي وياها قنعها. لا احنا ايش قد حاولنا نحكي وياها نقنعها ما تقبل. انت احكي وياها، احكي وياها. الخاطر حامد ها؟ حامد ما عنده غلاوه عليه. لا شلون عاد مو ابني، مو ابني، بس ما اقدر. تسلمين. زين لون داكن يوم، لون داكن. ايه ما تقبل. هي ما تقبل. احنا ما نريد يعني نصر عليها اكثر، لان تسلمين، يعطيك العافية. هي بداخلها ما تقدر يعني. انت الله مو يكون تدرين بعونها. ايش قد حادث عندي، بعد اقدر اشوف الدنيا. خاله الاسود ما راح تذبي، وانت اصريت واحنا احترمنا رغبتك في هذا الموضوع. احترامكم. زين السوق ما تجي ويانا همين؟ لا ما يخالف ربي. ويانا بالسوق همين؟ ان شاء بس الله. اول مرة. اول مرة اول مرة مرة. راح تجي ويانا وراح تشوف السوق، واحنا ما أنا حنشوف ما- سوق ما الصويرة. طالعة. راح تم همين ما يشوفون طالعة. سوق الصويرة. تعالوا ويانا. خالة انت مين تسوقي؟ من هذا السوق لو هنا اكو سوق قريب عليك؟ لا من هذا السوق اللي بالصويرة. ايه اي. ترحين زين شلون ترحين؟ اكو تاكسيات؟ لا انا ما اروح ادز ويا الناس يجيبوا لي، ادز ويا الناس، ناس بعد ترحمنا تجيب لنا. اي والناس نروح ادز مثل هالمسواق اللي نريده ادز وياهم ويجيبوا لنا اياه. يعني مو انت ترحين هم لا زين والله الناس؟ ما اروح، هاي اول مرة رايحة بالسوق. زين مو مسافرة رايحة السوق انت ولا لا لا؟ والله ما انا يعني احنا بالبيت عائله انا يعني هاي علي. والله العالم مثل وجوه طيبه تجيب لنا مرات هذا الاخرس اذا مثل شيء ضروري هو خطا يروح يجيب. هو يجيب هذا الأخرس. يشتغل ياخذون هو يشتغلون ممكن ياخذون اللي العائلة. تسوق لنا ويجيب شغله. شغلة اي احد من الناس يعني تسوق لنا اللي يريد نكتب لها ورقه. زين شغل بالبيت يعني طبخ على منو ياهو يطبخ لكم بالبيت اكثر؟ يعني انت لو كنتكم ثانية لو خالة يعني هاي تجي تطبخ. يا اي يعني يعني مرات تقول انا سويت الغداء ما لي علاقة بالعشاء وسويت عشاء ما لي لا علاقة احنا يعني بالغداء. ما مستقرين بالبيت، احنا مثلا اللي نطلع انا وعمتي اكثر، قلت لها عندها بنتها مريضه ضل بالبيت مع مرض حمايه، فاذا اكو شغل عند العالم نطلع انا وعمتي نطلع نشتغل هم على خبزتنا نجيب لي اياه، فهي تضل بالبيت يعني ما تطلع ويانا يعني ذاك الشغل. هي والله تضل يعني بالبيت. شنو طبيعة شغلكم يعني مثل من مرة موسم تمر نروح نبسي وياهم، إن هلا ينطونا قسم الله نعم الله. اي زين اذا مو موسم تمر شنو نروح يعني؟ نشتغل يم البيوت نرجع بساتين نرجع. يعني تساعدوا الناس بالبيت. مثلا يعني عندهم تنظيف، عندهم طبخ، عندهم عزايم، فيجلسون علينا احنا نروح يعني نساعد. يطبخون عزايم. فارس طبعا نرحب بك بانضمامك لنا. فارس هنا الشباب بالصويرة اختيارهم للقاصات تختلف عن شباب بغداد او غير محافظات؟ والله حاليا اكو شغلات قديمه كانت يعني غير مكان مثلا بغداد او غير مكان، فهسه قام يعيدونها وين؟ بالصويرة هنا.
شلون يعني على انه اطلع على التلفزيون شاف اللقطات الحلوه مال الحلاقين او كذا او الصور اللي قاعد يسوونها كاعلان مثلا، فيجون يريدون القصات اللي يطلبونها من عندنا، فاحنا من ناحيتنا ما نقصر يعني، هذا كشيء يعني رزق يعني لازم شلون اقول يعني تمشي شوي الموديلات ويا الموديلات عافيه يعني. هسه كل موديل 2012 2013 2011 هالصوره يعني تكون هذه قصات غربيه او اوروبيه. والله مو مثل ما بغداد يعني، اكو بغداد غير شكل، بس احنا نعتبر شلون نقول يعني كريف، منطقه ريفيه او محافظات نقول عليها، فمو ذيك القصات اللي مطلوبه داخل بغداد، فعلي نقدر احنا ما نقصر يعني ويا احنا ما حنطول الحكي عليهم، هم حاره الدنيا على ام حاتم وعائلتها. حامد شلون حتوصل اليوم؟ شو القصه اللي ببالك؟ والله اللي ببالي لو هو راح يختار. لا هو شيء اكيد انا اللي اقصر فيها دائما زين الحلاقه. انت راح تختار القصه انت؟ شوف انت وياه. اوكي زين خليه يقعد هسه. تعال بس خليه يقعد حامد هسه شوي راح نذكرك ايام العرس. انتم مثلا بيناتكم اول ما تزوجتوا شلون قدرتوا تتفاهمين وياه؟ شلون تحكين وياه؟ اللغه اللي بيناتكم تكون شلون؟ والله الحمد لله ما كنت اعرف ليلى هاي بس بعدين شويه شويه تعودت عليه. زين انتم قرايب لو غربان؟ اي ابن خاله هو. زين شو تعرفين يعني قبل الزواج؟ شو تعرفين شلون تحكين وياه؟ لا والله ولا اعرف له ولا ابد. والله ما حد يعني احد يدر عليه. زين وهسه بهذا الوقت الحمد لله تعرفين يعني تحكين وياه؟ اي اعرف. زين هسه اريدك تساليه نشوف مثلا تقولي له انت شنو ببالك شو تحب تقص؟ عنده يعني بباله قصه معينه؟ يعني على زيان؟ اي على زيان. هو يقول لك كيف انت تجيش حفر لا هي الشام. ها تعرفين تقول تريد حفر هيك هيك يسميها الحفر هيك. زعم هاي منها ماكو. منها ماكو هاي منها حفر. اي ويخلي بس ذني. لا يقول لي اريد اوكي زين. زين واللحيه؟ اللحيه اي يقول زين. زين سكسوكه ما تقبل هي ما تقبل. سوي سكسوكه لو لا؟ لا لا سوي لو لا خل سوي لو لا. ما نريد نخرب بيناتهم ونطلع. ما لك علاقه سوي. خليها اليوم ما خليها. يعني اباشر يعني خاله يعطيك الصحه والعافيه. شفتي بس تعالي هنا شويه يمين. يعني مثلا بحلاقه ابنك تذكرتي بيوم عرسه؟ تذكرتي يوم عرسه؟ فرحتي؟ شلون ما اكثر من ذاك. اكثر من ذاك. زين خاله هو يعني اول ما اجى للدنيا كان عنده صمم بكم لو حادث؟ عمره 3 أشهر. 3 اشهر. اي ومات. نزل وديت اطباء من بغداد نزل عنده دمار على حنجرته اي خرس. قال من الترثة اللي مات. مات له ساعة. اي المهم راحوا جابوا واحتياه. زين حالته الصحية تدهورت. اي مدة 6 شهور بعد لا يلتفت ولا يصير. بعدين يعني اكتشفتوا الحالة. ان شاء الله يكشفوا الأطباء. نعم. صمامات عنده يعني لا يقدر يتعب بشقوه لا يتحمل حار يعني لا نهدفي له اذا اكو حار لازم اهدفي له افرك له. ام وسام مو؟ ام وسام هسه احنا وين وسام؟ وسام وين؟ وسام حالق من دايده بس حسن بس الحين شو حنسوي له رتوش بسيطه هسه لما قاعده ايش تتمني له؟ تتمني تشوفين يوم عرسه شلون يحلم؟ يعني الكبار ويوم عرسه يوم يجيب لي يعني الشهاده مالتي يعني هيك اتمناه يعني ان شاء الله الكبار يعني هسه يعني كل شيء اتمنى له ان شاء الله يا رب تحققون امنياتكم. لازم ايدك شلون؟ زين حلو زين حلو. هم حفر؟ لا هو ما يحب الحفر. شنو؟ ما يحب قلت الحفر. ما تحب الحفر. يقول لك انه خلصانات شعرات يعني. طبعا ما احكيكم عن الحر وبوخت البستان والمسكينه فوق القهر قاعد تخبز بهذا الحر وهسه الساعه والله متعوده يوميا الظهر. يوميا تخبزين؟ والله يوميا اخبز
زين ما حد يساعدك بالخبز؟ لا والله. هاي انت جو تحطين هنا؟ هاي مي؟ اي مي مو حار. ها والله يلهب بوجهي. زين وعلى شنو السعف؟ اي احط الخبز هنا. والله. زين ما تشترون من المخبز، انت تخبزين؟ لا والله ما نشتري. مين يشتري؟ اللي يشتغل هنا يجيبهن حق والله المسواق. هاي عيال كلها برقبته 8 نفرات. الله يسعدك. والله العظيم كلها برقبته. قال خلينا نشوف خبزك. هي اكثر شيء هتكتنا هاي بنته والله. حيل دمرتنا بهاي برها الكيميائي. هذا الخبز. خبز الفرن مال هذا على الغاز يختلف عن تنور الطين؟ عفوا عن تنور الطين يختلف عن تنور. اي يختلف هواي. شلون الاختلاف مالته؟ ذاك يحرق شنو؟ لا ذاك حلو، لا تحطي له طحين، لا هاي والله بلا طحين. اي هذا لا الا هيك احط له طحين. والله وحلو ذاك حتى يحمص ورا وقدام. والله العظيم. لا هاي شلون نسوي يعني؟ لازم انت تقلبيها الخبزه؟ لا ما اقلبها، بس وين ذاك بزوده. والله. من بعد ما ذبحنا خروف برنامج فطوركم علينا، أنا وخال راح نوزع اللحم. هو هذا الخروف فجان دم لشهداء الشرقية. راح نكون نوزع اللحم على العوائل الموجودة بهاي المنطقة حتى يقولون الفاتحة لشهداء الشرقية وشهداء العراق أيضا. مرحبا يعني، بس تفضلي يمي. احنا من قناة الشرقية، رمضان كريم عليكم. يسعدك عند الجميع. برنامج فطوركم علينا. اهلا وسهلا. احنا ذبحنا ذبيحة لشهداء الشرقية وشهداء العراق. هذا جزء بسيط من عدها، ونتمنى تقرون الفاتحة. شكرا جزيلا لكم وللشرقية. شكرا حبيبتي. مرحبا، تفضلي يمين. رمضان كريم عليكم. وعليكم السلام. احنا كادر فطوركم علينا. اهلا وسهلا. ذبحنا ذبيحه لوجه الله لشهداء الشرقيه، لروح شهداء الشرقيه وشهداء العراق. هذا جزء بسيط من عندها. عساواتكم ان شاء الله. حبيبتي تسلمي، شكرا لك. اهلا بالشرقيه. اهلا. السلام عليكم. تفضلي خاله شوي هنا يا امي، تسلمي. إذا تسمحي لنا تفضلي هنا. رمضان كريم عليك. احنا من الشرقية، برنامج فطوركم علينا. ذبحنا ذبيحة لوجه الله لشهداء الشرقية، على روح شهداء الشرقية. هذا لحم. شكرا جزيلا. خلينا نرجع البيت. الكادر كله دا يشتغل، الحلاق دا يكمل شغله، دا يخلق ابن حاتم الله يرحمه، والطباخين دا يشتغلون. وهسه منو دا يشتغل عندنا؟ السلام لازم يخيط. بما انه هذا الاختراع الحديث وهو السبلت اليدوي اللي احنا دا نتفرد به شويه، راح نحكي عن سلام. شلونك سلام؟ اهلا ياسين. احنا اليوم راح تخيط لنا الام سام ان شاء الله، مال فكاك حزنها، ان شاء الله خاتمه الاحزان. اي لون اختاريت لها؟ والله هو اول شيء طبعا مدعاة سعاده انه نخيط هيك ناس طيبين، وموضوع انه هي راح تفك حزنها هو مساله بها انسانيه وبها مسحه يعني طيبه كلش سعيد انه راح اشتغل لها يعني. ومثل ما قلنا راح اختار لها اللون الاخضر، بس مو نفس الاخضر مالتك حتى لا تقولين يغارون. اخضر فاتح، وراح نسوي لها فد موديل حلو ان شاء الله. اوكي، مقتنعه باللون الاخضر؟ اي اخضر قصدك؟ هذا وهذا راح يصير تشكيله يعني. شو رايك باللون؟ تحبين اللون الاخضر؟ زين. الاخت وياي مالت حامد، اي نعرف انه حامد كيف يختار ملابس؟ انت تختارين هي لو هو يختار؟
زي اكثر لون يحبه هو يا لون؟ يحب البرتقالي الاحمر الوردي، هيك ما يحب يعني الالوان هيك ما يحبها. ها يوم يحكي يقول مع العجوز ما يقبل، والله ايش قد تحكي علي امي تقول له ليش عيب، تقول لها لا خليه هي بعدي كذا. زين وإله هو اي هم يعني يحب، هو إله هدومه الشيء بس يحب هو الالوان. هي شاي يحب هذا زيه. زين هسه هو راح يختار اي لون تختار اي انت؟ لا انت اختار. اختار له هذا البرتقالي. يعني شو بدنا نشوف تهفيله يعني الداري. يلا خلينا نبلش بالخيار. ان شاء الله، بس ناخذ قياسات بعد الصغار ما شفناهم. البنوتات الحلوه دول بنوتاتنا العرايس، دول الزباين الزينين. لا ما يختاروا لهم حكي. لا هم يختاروا. انت اختاري لهم. انت ما فكيتي حزنك، ردي تفكي خياطهم مش تحبي. انا لافه هذول يلبسوا كاف، انا كاني لابسه. ان شاء الله لا تمام. وهم يسولفون ترى زينه، صار مساج. لا هم يختاروا. هم يختارون يعني. انت يا لون تاخذينه حلو. هي يقولون طلع الاولى ناجحه مو؟ اي اولى. الاولى شو تحبين يا لون؟ يا لون تحبين؟ وردي، ماكو وردي. برتقالي، اكو اخضر. ابن عم الوردي يعني. اكو عندي وردي. عندنا وردي؟ اي هسه جيت اطلع لها وردي. وانت يا وانت دبدوبه؟ تريدين يا لون؟ زين يعني انتم تختاري. اختار اي لون من هذول. يا لون وردي. وانت لازم تختار نفس اللون. هذا الحكي انت قبل ما تجين كانوا يتعاركون على البرتقالي، هسه صار وردي. ما يخاف المهم لازم نفس اللون. لا هسه احكي لهم على الموديل. الموديل زين شلون شو ترجم؟ تريدين الموديل؟ شو بدي تسولفي لي على الموديل اللي تريديه شنو؟ الموديل شنو تريدي؟ صدريه ثوب؟ صدرية. اي بعد ايش قلتي لي شو تريدين؟ قول اريدها تخبل. صدرية تخبط. وانت ايش تبيها؟ صدرية. صدرية دي بقعة صداري. يدللون ان شاء الله خالتنا ان شاء الله. يعرفوا بهاي المكان دائما سلام يكون مكان استراتيجي يعني دائما يم الاشجار والطبيعة. تعي خلاص خلينا نشوف محمد سواجي بيش بلش وين وصل. طبعا بما انه البيت صغير نفس ما شفنا فسوينا هذا الشادر حتى يكون مكان للطبخ. محمد وينك؟ جبت خالم حاتم ومالت حاتم وحامد وياي. خلينا نشوف ايش طابخين. تعال خلينا نشوف محمد. خلينا نشوف المقادير مالت الاكله مالتنا. مقادير 100 غرام صدر دجاج شرائح، 200 غرام لحم شرائح، فلفل شرائح 100 غرام، فلفل 100 غرام، اللي هي الاندومي 200 غرام، بلي البهارات مالتها الفلفل والعرق حار وزيت السمسم وصويا صوص مثل اللحم. زين زيت السمسم له فوائد يعني تختلف عن الزيت النباتي يعني زيت عباد الشمس او الدهن. اكثريه الاكلات الصينيه واليابانيه يستخدمون زيت السمسم. شو انت طعام يعني يختلف عن طبعا بس تشمين الريحه مالته. هيدا شم ريحه السمسم. خلاص تعال. زين زيت السمسم متوفر بالاسواق لو لا؟ اي متوفر. وسعره مناسب غالي؟ تقريبا من 5 الى 4000 يعني تقدر الناس تشتري يعني توفر. سامعه بزيت السمسم؟ هذا الزيت هسه نطبخ به احنا. انا والله اول مره اسمع زيت السمسم يعني يصير بالطبخ. زيت السمسم واكو زيت الذره واكو زيت الذره والله اعرفه. زيت الخروع ليش تعال يعني خلوه بذاك الهم. بالاخص يصير بهاي الطاوله المقعره هي اللي طاوله الصينيه. بس لما ينطبخ اللحم نبدا نضيف الدجاج والاندومي والصويا صوص. منو؟ يعرف يطبخ؟ خاله اثناء ما محمد يطبخ طبعا ما قالت لي بس تقول انه حامد هم يحب الطبخ؟ ماشي بني يأشر لي. ها تحب انت تطبخ؟ زين شو تعرف تطبخ؟ يعرف يطبخ مثلا فد شيء مرات شو يسوي لكم؟ مثل هاي من كل لون تحجي جاي انت شنو؟ يعني مثلا مرات اذا اكو شغلات مثلا زايده بالبيت شوي لحم شوي دجاج يخبطهم وتصير اكله. ايه شيء
ونحط وياها. إيه؟ هو يقتنع من نفسه. هو يعني يقتنع من نفسه. هو يخترع اكله معينه وتصير. ما اعرف ليش دائما يقول اكل الرجال افضل من اكل النساء، بس بالرغم انه انا اشوف غير شيء يعني. يعجبني شويه دهره محمد. نخليها سلق البهارات تقريبا ملعقه ارقها هذا كله زين بالاكل. والفلفل. طبعا احنا شويه بدنا نسوي لا راسه. قول احنا نساعدك. هذا شنو بهارات؟ هذا فلفل ابيض. فلفل ابيض. الفلفل الابيض دائما انت تقول نخليه بالدجاج. مو هذا بي يدخل دجاج ويدخل بيه لحم. ها. شلونك محمد هاشم؟ الله يساعدك. بس بدينا خلينا الدجاج ورنا شفنا اللحم بدينا نطبخ. ما بالاخص هاي الطاوه تحافظ على اللفه ما تخليه يحترق. نعم. والنار شلون تكون؟ النار دائما متوسطه عالي ناصب. زين سؤال، اهل الرجيم مرات يقدرون ياكلون هاي اكله؟ لا ما يقدرون ياكلوها. تعتبر دسمه؟ فيها بروتينات. بروتينات. يعني مو دايت. اكو عندنا اطباق دايت نشرح ان شاء الله. ان شاء الله بكل حلقه ناخذ لنا اكله معينه. ان شاء الله ان شاء الله. لان اهل الرجيم او اهل السكر او اكو ناس عندهم كوليسترول عالي هم يحتاجون لاكل دايت. بس نشوف اللحم يبدا ينشف من المي مالته. تخلي من مي القوزي. مي اللحم. طبعا وهذا المفروض بكل مطبخ هو المي الاساس احنا نسميه. زين يصير مثلا يتجمد وينضم ببطاله عادي ما يفقد نكهته او لا بالعكس. وحسب الرغبه الصويا ماكو مقادير معينه. لازم يتذوقوها، لا هي مالحه ولا هي. باش تحتاج اذا الاندومي. الاندومي. زين محمد اكو بهذا الموضوع انه اكثر الصينيين واليابان ياكلون بهاي المعالق الخاصه مالتهم الخشب، هاي تنوكل بيش هم معالق خشب يعني؟ يعني تنكل هي صحيح هذه المعالق بس جماعه ما يدبروا. اكيد ما حد دبره. خلاص صحن في خلاص. هاي الكميه شخصي. هاي كم شخص قلت؟ هاي شخصي. شخصين. نعطيها الحامل بس. هاي بس اثنين لازم ياكلون. مو واحد. هو واحد. هو زوجته؟ هو زوجته يلا خطيه. بس اثنين تاكلون بس انت ومالتك بس. لا انت فيها انت حبيبتي لا عافيه. لا شوفي للحجي احسن شيء للحجي. سلام. كملت لو بعد بشوف هاي الالوان الحلوه شنو؟ هاي دشادي ايش منو؟ هاي مال وسن. وسن هيا هاي وسن. مال صبا كملت تون. يلا تون. نتعاركوا ايه تكافشوا وحنصالحوا بدشاديش. هاي دشاديشكم حبايب. بالعافيه. هسه شو نريد احنا؟ يا هي اسرع وحده تروح تلبس دجاجتها. يلا. لا هاي مال وسن. ولا وسن. هاي مال صبا روحوا لبسوا تعالوا. يلا بسرعه يلا شوفي هاي الاسرع. لا ما يتعاركن. خلينا نشوف ام وسام. ام وسام اللي فكت حزنها ان شاء الله بالخير والبركه ملبوس هاي دجاجتك تصير ملبوس العافيه وان شاء الله خاتمه الاحزان. وهاي ام وهذه اللي اختارها الاستاذ ام صبا. وين هو ابو صبا؟ ها حلوه؟ حلوه كلش؟ يا هسه تلبسها هسه تروح تلبسها. ما دام يمكم انا شيكوا لي شيكوها على مود خافه الملاحظه. قصيره مو انت ردي قصيره؟ لا حلوه حلوه. يلا اذا تلبسيها بالعيد لو تشنيها هسه تلبسيها. لا حلوه بالعافيه بعد. بالعافيه حبيبتي. دبدوبه. وين الثانيه؟ جتي تعالي تعالي هسه صح. تعالي وسن الله بس كوي بعد تكويها زين. لا حلوه بالعافيه. بالعافيه حبيبتي. هاي ميكي ماوس بيها حتى تروحين مدينه الالعاب. يلا بالعافيه عليهم. بعد السيده. بالعافيه عيني. ملبوس خير عليكم ان شاء الله. طبعا هي شو هذه شاديش؟ هنا اذانها غير لون بالعافيه. ها عجبتك اللون؟
ان شاء الله اخذتوا تحزنوا بالعافيه عليكم. بالعافيه ان شاء الله، منها للفرح والسعاده الدائمه ان شاء الله. اشياء راضي عنها، حلو، ملابس حلوه. تفضل عاجزين. اللهم لك الصمت وعلى رزقك أفطرت ولصيام غد نويت. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية حلقتنا حاولنا انه نتعرف على اجواء ميسا الغربية، هاي المكان وهذه المنطقة. حلقتنا شافت على انتهاء بيت ابو حاتم او ام حاتم، وتعرفنا على اجواء ميسا الغربية. وصلنا الى الهدايا والاشياء اللي راح تبقى ذكرى البيت ام حاتم. ام حاتم احنا اخذنا صور، اكثر من صور التقطناها هنا ببيتكم، راح تبقى بهذا الحائط هذا راح تبقى ذكرى دائما تتذكرون بها، خطاطيفكم يتذكرون هاي الصور. تقولون شرقية كانت هنا. ويانا المصور جلال راح يشوفنا الصور واللوحات اللي التقطها لنا. اول صورة اول شيء نشوف هاي الصورة وعلقوها طبعا نشوفها اول شيء من الكاميرا. ها راح نعلقها هنا، نعلقها هنا. الصورة الثانية بعد خلي يشوفوها كلهم همين. شو رايكم بها؟ حلوة؟ حلوة. هاي اني وخالة وموسام هم بالسوبر ماركت. وهاي الصورة الثانية ويسلام الخياط، كلنا احنا موجودين. وين حامد؟ ها حلوة؟ خبطون؟ بس هاي ما موجودة بالسلام. وهاي الصورة الجماعية هاي كنا بيها، الكادر كله من مصورين، من صوت، من كل الستاف اللي كانوا ويانا. وهاي الصورة احنا بالسوق هم قاعد نسوق الخضروات اللي سوقناها. وهذه صورة، هاي الصورة مثل ما قناة الشرقية تترك أثر في المكان اللي هي تزوره. حبينا باسم مدينة الصويرة وبيت أم حاتم إنه نخلي فد أثر في قناة الشرقية. إلى كادر برنامج فطوركم علينا قناة الشرقية. مدينة الصويرة ترحب بكم. هذا معلم أو مأثر من رمز في مدينة الصويرة للزعيم الراحل عبد الكريم قاسم اللي هو حاليا ثانوية للطالبات في قضاء الصويرة. احنا نشكرك، واكيد راح تبقى ذكرى عندنا. هسه احنا ماكو اغلى من القرآن الكريم وكلام الله سبحانه وتعالى، فاحنا دائما تكون اول هدية عندنا هو القرآن الكريم اللي راح ينور بيتكم ان شاء الله. ومكتوب عليه شرقية كانت هنا ان شاء الله ينور بيتكم يا ربي. هسه احنا اكو اول ما اجينا شفنا انه بعض الاجهزه الكهربائيه تنقص هذا البيت، من ثلاجه ماكو بهذا الحر، ومبرده، كثير من الاجهزه مو موجوده. ارتئينا انه تكون هدايانا من الاجهزه اللي مو موجوده عندكم. راح تيجي الهدايا، بس شنو؟ انا اريد صفقه. زين؟ زين؟ ركز مع هالهوله. بما انه ماكو ولا هالهوله، اول هالهوله راح تكون من الشرقيه. قاعده اسمع يلا. انا اريد ام وسام دائما تسمع هالهولتين. لا لازم اول هالهوله هالهولتين. خلينا نشوف ايش تتوقعون. طباخ بالعافية. هذا الطباخ بالعافية عليكم. أكيد أنتم بيت واحد. هاي هديتنا يمي. لا بعد الفرق هاي كلها شوي صغيرة بس ها حامد هديتك. هذا الخلاط بالعافية. الهدية اللي بعدها مروحة شحن هاي. شكرا. ستلايت. انا اليوم سمعت انه ستلايت عطلان عندهم ريسيفر. هذا ان شاء الله يكون مكانه. سمين حجيه، سمين للشرقيه. نعم. تلفزيون
هاي تلفزيون بالعافيه، الف عافيه. بعدين هذا هدايا. تسلمين. يلا عيوني تسلمين. وصلت الهديه الطويله هي الثلاجه. حتى بهذا الصيف الحار ان شاء الله شوفوا ما يبارد. تسلمون يعطيكم العافيه. نشكركم. مبردة بقى غسالة مبردة بالعافية، ألف عافية. خالة بالعافية عليك الهدايا، وإن شاء الله ربي يشغلوها وتستفادوا من عندها. ما قصرت، وألف جزاكم على الله. خالة هذا مبلغ $2000 هدية من قناة الشرقية لحضرتك. انت شنو ببالك تحبين تسوين بيه؟ شو حرة التصرف هذا ايش رايكم؟ تبين تحزميني بالعافية عليكم، ألف عافية. نتمنى انه احنا ما تعبناكم. لا تعبتم راحة. اليوم نشكركم على البدار اللي وياي. الله يطول عمركم. نشكر الشرقية الحلوة مال تفقد اليتامى والفقراء والمسكين والمعدوم. ليش تبكي؟ ليش تبكي؟ ما حالك. نشكركم على كل هذا اللي جيتوا ويانا، لان احنا كنا صدق محتاجين لان ما نقدر نشتري، ما عندنا امكانيه نشتري. زين احنا ما نريد نطلع بدمعه، يعني احنا لازم ما نطلع، احنا بقينا الحين باتين هنا، ما نريد نطلع بدمعه. مساء بكم. بس انا يعني سمعيني هالهوله ما ادبك، اسمع هالهوله من عندك. يلا. هاي اكيد دموع الفرح. اليوم كان يوم كلش متعب ويوم كلش حار، لكن هاي التعب راح ونزال من عندنا لان شفنا الوجوه الطيبه والابتسامه هاي الحلوه. بس اقول لكم حكايه واحده، حضروا نفسكم، احتمال الحلقه الجايه تكون عندكم ببيتكم وفطوركم علينا احنا.